لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني حفصة تسلو حفظ لوانا كاين تفسير قرآني بيروز بيم وخزمتان ومن بستي رزامندي رب العالمين وهوادان مئوي آزي السودي لول بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. بەڵخۆ شەویستان هەر باز لە باسی ئەهلی بەهەشت و ئەهلی جەهەنەم و ئەو پیاوانەی کەوا لەسەر ئەعرافەکەیدانە دەفەرمی ئەهلی ئەعراف بە کەسانێک دەڵێن لە ناو جەهەنەم ئیشارەت لە بۆ کەسانێک دەکەن کەوا لە ناو بەهەشتن پێیان دەڵێن تەمەشا ئەو کەسانە بکەن کەوا ئەنگۆ لە دنیا سوێنتان دەخوارد کە خوا ڕەحم بەوانە ناکە دەی ئێستاوا لە بەهەشتن و پێیان دەگوترێ لاخ بڕۆنە بەهەشت و هیچ ترستان لەسەر نییە و هیچ خەفەتتان لەسەر نییە. ئەهؤلاء کەواتە أهؤلاء الذين أقسمتم أهؤلاء الضعفاء من المؤمنين وات إشارة لبكساني شي بيد الصلاة دكن لإيمان داران كوال دنيا دا زور بيد الصلاة بون استوالنا وبهشتن الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة أواني كوال دنيا دا نقول سوين تان دخوار لا ينالهم الله برحمة خوار رحمة بيناك برفع درجات في الآخرة دا نقول ما دام لدنيا دا بيد الصلاة لقيامتش سوينديان دخور وانا خواي قوري درزيان برزناكاتو فها هم في الجنة دي استوان لبهاشتن يتمتعون ويتنعمون يترباء وان لبهاشتن او ينقو سوينتان دخوارك وخوار رحميان بيناكو درزيان برزناك استوان لبهاشت دا راد بيرن لتفسير السعدي دلي احتقارا لهم وازدراء وإعجابا بأنفسكم كواتا لدنيا دا انقو سوێنتان دەخوار ئەو ئیماندارە بێدە سەڵاتانە خوای گەور ڕەحمیان پێناکە لەبەرەوەی ئەنگۆ بە چاوەشی زۆر کەم تەمەشایان دەکەن لەبەر ئەوەی زۆر معجبون بە خۆتان بەعتیبار ئەنگۆنەکەوە قیمەتتانەیە لای خوا ئەوانە هیچ قیمەتیان نییە و خوش ڕەحمیان پێناکە. قەد حەنەثتم فی ئەیمانیکم دەی ئەو سوێندەی کە خواردتان جێی نەگرت وا نەبوو وبدا لكم من الله ما لم يكن لكم في حساب ئیتر شتێکی واتان لەو بە دیارکەوت لەلایەن خواوە سوبحانەهو وتەعالا کەوا لە حسابیشتاندا نەبوو. لە معارج تەفەکوڕ دەڵێ استفهام يراد به أيضا التوبيخ والتقريع والإنكار والتحسير کەواتە کاتێک کە لایەن دەپرسن ئەوانە بوون کە ئەنگو دەتانگۆ خوای گەورە هیچ ڕەحمیان پێ ناکە لێردا ئەو پرسیار دەبێت بەس لە بۆ سەرزانشکردن و ئینکارکردن و وان لێ بکەن حەسرەت بچێشن لێ فلا يجيب المسؤولون بشيء ئەوانەی کە لەناو ئاگری جەهەنەم لە سەرکردەکانی کافران وەڵام نادەنەوە ئەسڵەن وەڵامی چ بدەنەوە. وعدم الجواب في هذا الموقف هو الجواب جواب ندانەوەیان جوابە لأنهم خزايا نادمون شائرون بالصغار والذلة کەسانێکن ئێستا زۆر پەشیمانن حەز بەو پەڕی زەلیلی دەکەن خوا پەناماندا. بل ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون أي لا خوف عليكم من العذاب النازل بالكفار تبرون بهشت أو آية أو كساننا كوا لدنيا دا كساني شي كافر دانغو أخوة رحميان بيناك يعني أو خطاب لبو أهل أعراف كيشتان سوين بهشت مهم كذا سن لا خوف عليكم ما ترسين كوا هيز أزاوك بيت سرتنا وكوها تسر كافران ولا أنتم تحزنون ولا تحزنون كحزن الكفار على فوات النعيم
وخفتج ناخون وكو كافر كان كوا أو خوشيان لدست خويان دا إن زاد وهذا إما من قول أصحاب الأعراف يتآمرون بينهم بدخول الجنة بعد تبكيت أهل النار، فيقول بعضهم لبعض ادخلوا الجنة. كواتا أو قسيا لاني أصحاب الأعراف لنيوان خوان دا باشوي كوا قسيا بأهل جهنم أو زن نيوان خوان دي برون بحشتي أوري إذنيان بيدرا بلان بخوان بيان خوش بو كوا براستي الشفاي دليان بي كدبين كافر كان ناو جهنم يتر أو زك باشوي الشفاي دليان هاد أو زن دي بابروين برامبر بو بحشتي كوا خواي قور فرمويتي نترستان لسرا نخفد دخون كواتيان وتا أهل أعراف بيكتر دلين. وأما من كلام أهل الأعراف للمؤمنين يان أهل أعراف بإيمان دار كان دلين أن يقول لهم ادخلوا الجنة بأن دلين ديبرون بهشت، أو من تتمة مخاطبة أهل الأعراف للرجال كواتا أهل بهشت كبرياد رابسن دي أو زبيان دلين برون يعني وتابة تايبتي أو بياواني كوا بيد صلاة بون أهل أعراف بوان دلين كأنه قيل لهم انظروا إلى هؤلاء الذين أقسمت لا ينالهم الله برحمة. دي أنقو كسوين تان دخوار أوانا أو بيت الصلاة تاني إيمان داران ناس نباشتي وخاي ورحمة بيناكن كيف نالوها؟ دي كوبا دستيان هنا حيث قيل من قبله تعالى لبريت مشاكل الآن پروردگاره وبيان قلت ادخلوا الجنة دي برونا بهشت. وعلى كل فالجملة مبنية على قول محذوف إيجازا للعلم به كواتب راستي ليلة حذف اجتداء لجملة كيئتر يعني لبو أهل عرافة كلنا يكتري ودلن يعني لا أهل عرافة بأهل بهج دلن بقشتي يعني أهل عرافة بتايبتي بو إيمان داران دلن كوابيد الصلاة بونو لا أتبيشوتر بس يعني كده لتفسير سعد دلي ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون برونا بهشتي أو بهشتي بسبب كارتان لو ذكر أي قيل لهؤلاء الضعفاء إكراما واحتراما كانت لسعدي زيادة دلي أو قول لبو شيء لبو إيمان دار بيد الصلاة كان لدنيا وكوريزيان ليدندري ادخلوا الجنة بأعمالكم الصالحة برونا بهشتي بكذو ساكن كرديتان لا خوف عليكم فيما يستقبل من المكاره هيزنا خوش يكتان لسني ومترسين ولا أنتم تحزنون على ما مضى وهلها خفتجنا خلو إكواروي بل آمنون مطمئنون فرحون بكل خير. سبحان الله يا ربي خويا لوان ما مجميري كواتا أو بري أمن أمان مطمئن بن دل خوش بن همو خيرك بشينقويا مزاو كلها تفسيري سعدي دلي يتر لسورة مطففين خويا قولا عيني باز دكا إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون دفرمي لو اندرش خواهي قولي بازكا كوا كساني چي مجرمي تاوان بار لدنيا دا قالتين بإيمان داران ذكر بيان بيدا كنين وإذا مروا بهم يتغامزون كبلاي أوان دا تيباريبان إشارة عند دا يكتريف شيئا بيدا كردن لكوتاي دا دفرمي فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون بلام أورو كقيامة إيمان داران بيكنينان بكافر كان دي على الأرائك ينظرون لسعد جيقا برزكاني إخوان تمشاي أهلي كفر دكان لسع عذابك دا خوافنا من دا. الزمخشري رحمة خوالي بدري بيّن الزمخشري سر حبسهم على الأعراف إيه باشا سر كيتسي أو إيمان داران لولا سر أعراف راوستينا ثم إدخالهم الجنة باشان كوا بيان دا قلت يبرون بهاش كواتا أو هاي لك داتو كوا أوان بيان ادخلوا الجنة قال يقال لأصحاب الأعراف بيان دا قلت لأصحاب الأعراف ادخلوا الجنة برون بهشتي وذلك بعد أن يحبسوا على الأعراف لدوائي وكواف فتريق راد جيرين سر أعراف وينظروا إلى الفريقين تمشاي أولاه وأولاده كان أهل باشت وأهل جهنم ويعرفوهم بسيماهم هذيك ولو أنا بسيماهم نشان كان عندنا سنوا ويقولون ما يقولون أوي ديلين وفائدة ذلك لبرسيا بيان أن الجزاء على قدر الأعمال بيان أويدك أخوائي قول سبحانه وتعالى باداش لقدر كردوية وأن التقدم والتأخر على حسبها بيش كوتن لبوزوتون باشت يعني تأخير بون لقدر كردوية كانت وأن أحدا لا يسبق عند الله إلا بسبقه في العمل
هیچ کەسێک بە پێش ناکەوی لای خوای گەورە مەگەر لە کردەوە پێشی غەیر کەوتبی لە کردەوەی چاک ولا يتخلف عنده إلا بتخلفه فيه لێی دوا ناکەوی لە چوونە بەهەشت مەگەر لە کردەوە چاکان دوا کەوتبی وليرغب السامعون في حال السابقين وهروە خوای گەورە تاوەکو ئەو موقفمان لۆ دەجێڕتەوە ئەوانەی کەوا دەبیستن تاوەکو ئەوانی دڵیان بچیتە یاخود بابرێن چاویان لەو مەکانەتە بیکەوە ئەوانەی زوو دەستنە بەهەشتێ تاوەکو ئەوانیش وەکو ئەوان کردەوەی چاک ئەنجام بدەن وليتصور أن كل أحد يعرف ذلك اليوم بسيماه وبابزانن ئەوانەی کەوا ئەو ئاتان دەبیستن لەو ڕۆژەدا هەرێکە و بە سیماکەی دەناسرێتەوە ئیتر تاوەکو دەفەرمی ئەو موقفە خوای گەورەمان دەجێڕتەوە تاوەکو لە دنیادا هانمان بدا بمان ترسێنی لەو موقف و لەو مەسیرە خراپەی کەوا ئەهلی جەهەنەم بامە چاوەڕێیان دەکەوە خۆیان لەو کردوانە بپارێزنکەوە بەرەو جەهەنەمیان دەبا و هەروەها تاکو هانیان بدا لەو کەسانە من کەوا پێیان دەگوترێ ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون پاشان دەڵێ ثم بين تعالى ذلة أهل النار پاشان وزە خوای گەورە کەموو کورتی و زەلیلی ئەهلی جەهەنەممان لۆ باز دەکا کەوا بە چ شێوەیەک دەپاڕێنەوە لە ئەهلی بەهەشت کەوا خواردن و خواردنەوەیان پێ ببەخشن لە کاتێکدا لە دنیادا خۆیان پێ گەورەتر بوو کە قسەیان لەگەڵ بکەن ئیتر خوای گەورە دەفەرمی ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة وتياران جهنم أو زهوار ياران بهجدكا أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله ديل آو لو رزقك خوابتان بخشيب لو ما شورك وخواري لو ما بنيرنا ناو جهنم أوانج لو رام دادلين قالوا إن الله حرمهما على الكافرين ناتوانين بێگومان الله سبحانه وتعالى لە خواردن و خواردنەوەی بەهەشتی حرام کردێ لەسەر کافرەکان بەڵێ وەنادا بانجیان دەکەن وەکو لە معاش تەفەکر دەڵێ التعبير بالنداء في هذا وأمثال يدل على بعد المسافة بين المنادي والمنادى وهو الأمر الذي يستدعي رفع الصوت لۆ نداء لەبەرەوەی مەسافەیەکی زۆر هەیە لە نێوان ئەهلی جەهەنەم و ئەهلی بەهەشت هاواریان دەکەن ويدل التعبير بالنداء في بعض الأحوال هندێک جاریش کاتێکەوە ندا دەکا دەبەڵگێ لەسەر على مشاعر التلهف أو شدة الطلب أو شدة التحسر أو شدة الحزن هەندێک جاریش ئینسان لەوانەیە مەسافەیەکی زۆر نییە لەگەڵ ئەو کەسێکەوە هاواری لەبۆ دەکا مەقسەد ئەوە نییە کەوا گوێ لێ دەنجینێ بەڵام لەوەی بەخۆی لە حاڵەتێکی زۆر ناخۆشدا زۆر لە حەسرەتدا هاوار دەکا بەهانای بێن مع أن المنادي قريب نظرا إلى أن الإنسان من طبيعته أن يدل برفع الصوت بعبارات على هذه الأمور كواتي إنسان بطبيعته خوي بو نداي بو دنگ برز كرنوي زيادة التعبير لمشاعر خوي لك أخوة فنان كواتي أنا وتلوروي أهلي جانم زور دون لأهلي بس لو نداء دكن هاوار دكن يعني وتلبر أو حال خرابي كتيدان هاوار يعني هستايا ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة كاتك وقدر إن ينادي أصحاب النار أصحاب الجنة حين يبلغ منهم العذاب كل مبلغ كاتك أو عذاب بهموش ويكاريان تيدكا هاواريان لهالدستي وحين يمسهم الجوع المفرط والظمأ الموجع سبحان الله لنا أو عذابي أو بريتيني أو بري برسي يستغيثون بهم هاواريان لهالدستاوي داوان لكم بحنايان بين پێیان دەڵێن ئەن ئەفیضوا علينا من الماء ومما رزقكم الله دەی لە بۆمان بینێرن لە بۆمان شۆڕکەنەوە خوارێ لە ئاو یاخود لەو ڕزقێکە خوا پێیتانی بەخشیە ئەن ئەفیضوا ئەن لێرە تەفسیریەیە وەکو لە معاش تەفەکر دەڵێ فهي هنا تفسر مضمون النداء بالتعبير الإجابة كواتا ونادى نداءك تسيا أنا كتفسير واتا نداءك أوي كوا داواي أو ناندكن أفيضوا الإفاضة تدل على كثرة العطاء والبذل أو كثرة الدفع أو كثرة السكب أو كثرة التدفق كوات أفيضوا تزور مع لو بنيرن زور بو معناه ليك درايتوا تزور مع لو بنيرن زور إفاضي بكن لسلمان وصيغة أفيضوا صيغة أمر معناها هنا الطلب باستنجاء وذل وانكسار
أفيضوا بصيغة فعل أمر هاتية بلا معناي طلب دقيني دعوة كارية نك أمر بلا سريع تقول زول لو كم ترين أمر لسريع باز بكن بلكو دعوة عند ذا كان بو باريس زليلية كوا لآو لخواردني بحش بيان بخش وكو زشمي دلي كاتك إفاضة لأن أهل الجنة أعلى مكانا لو إذا فرمي إفاضة لبروي براس أهل باش لسلونا إيتر بيوستيان أهل زانم كبيان وشتشيان بدني أهل بهج لبويان شور دكانو خواري بوشي وش هاتي والله أعلم يتبي على تفسير كان زياتريان باسكري بالهم دور توابون كاد دوستين ببشتوان رب العالمين لو أنا إداهت وديني وخزمتي وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.